السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أسأل الله لي ولكم الفوز بالجنة والنجاة من النار، قولوا آمين. شفنا كلنا المكبر اللي حصل والبهرجة اللي ما عمرهم ما عملوها لأي يمني، وشتي خلوها في ذهنكم إن المسيرة الحوثية من يوم جو ما يركزوا إلا خبرتهم، وأنا الآن استغربت ليش إنهم ما يعلنوا وما يغيره مثل ما اعلنوا بالبقيه، الا انهم يريدوا قداسه ويريدوا يعني بكل وقعها. شفتم كثير لانه الناس ان الرواتب عينه عند السعوديه. اقسم بالله وبحق من قال لمحمد قم فاندر، قل من انزل الله الحق انهم كذابين دجالين اي حين قد يوم صدروا اخرسوا عقولنا انه بسياسه سياده وصايه، وفي الاخير يصير عند السعودي انشاد عزم الله. وين الرجال اليمني الذي صدق تحس انه انا واحد من الالاف المشاعر الذي اختلف بشعاراتهم على اننا وعلى انه اليمني وعلى وشوهوا بالسعوديه تعبونا وعبور كل القبائل اليمن انهم مضطرب هم الذي ما يريدون الخير. واليوم اتضحوا انهم بياده وعهدي عزم الله للايراني وعهدي للغرب، وما يريدوا لان يكونوا شوكه وخنجر مسموم يأذوا المملكه ويأذوا الخليج ويأذوا الدول الاسلاميه. ايش استفادت غزه من حكم البهرجه سنتين من المظاهرات على اساس انهم يبذلوا كثير، وهذا دليل على النفوس اللي كلها بسبب هم الذي استجلبوا العدوان، هم الذي فعلوا كل الشعارات الدينيه واستغلوا عواطف الناس لاجل مصلحتهم. فنكون واعيين، وانا من ضمن انصح نصيحه المشايخ كلهم. انا كنت مخدوع مجرد اني قلت العدويه، قالوا انا بتسك، قالوا انا اجتمعت في الامارات، قالوا وهكذا كان يبروا لنا نقول لكل من هم ضدهم انهم مدسوسين وانهم صاعنه وانهم مرتزقه. او ما يقول الحق، ما يعجبهم العجب ولا يشتوا الا حاجه، يشتوا صوت حقهم على عبد المنعم الرياضي المأجور الذي دخلنا جريمه. حتى على مستوى نزل في الحاوري صوره عجب لي مقلد الجزائر، قالوا هو درستنا اجل الكلب يطلع يعرفه بيقلد من قبل الدراسه ضيعكم حقكم. وان شيء حاجه فايش المعنى انه مثلا من باب انه يدور عنه على المفروض انه كما قال في مدابله ان هذا البعارات توصل رساله، لكن عقولهم صغيره. واذا واحد بيشوفه مبدع في حي يقول هيا اتحدى يتكلم عن غزه، تكلم على غزه وانا اشوفه ويقولوا لا هو قال كذا، اتكلم بمقطع يقول هذا شعراوي عندهم القريمان وبعدوا هذا الشيخ بيصح تستهزئ به. وفي نفس اليوم هم الذي قتلوا الشيخ هندوس في ديريمه، قال اشهد بالله هذا قال الله مش حقي حق ابتاي، اشهد الله وباليد الله. وهم قال محمد قم باندر ان احنا اليمنيين احنا دي ضربنا على انفسنا، ولا لو هناك كلمه واحده وعندنا اخوه وعندنا شحامه ما ان ضباب واحد مجوسي ربيد يتبع الايراني انه يتحكم علينا وعلى بلادنا وعلى عظمه وعلى مقدراتنا. حتى انا والمشاعر كلهم كود احنا نتناقر من واحد لواحد، وكود احنا نوجه الاتهامات، هذا الحزب الفلاني يوجه ضد الحزب الفلاني، وهذا الدوله للاسف الشديد توظف مضيه، وانا فتره من الفترات لكن وعيت. وهذا ما يخدم الا من اللي بيمولوا هذول الاقلام المأجوره، ولا ايش الفائده اننا انتقد هذا الظرف وهذا الظرف وقد كلهم مشردين، قد كلنا مجرد. اذا احنا نشتي صدق حاضيه فعلى الاصل مش ضروري ندح اي طرف مثلا، لكن علم لما الجهود كلها انها تتحرك لين قادر يعني، وان قادنا وان قاد اولادنا واجعنا ما ندنا مرتاح ويري مرتاح مثلي، لكن المفروض نكون عندنا كلمه حق. ولو عندنا له دين، اذا جيراننا وش من الدين ما بالك ببلاد الحوابين، وعدهم ما هو قالوا
واصل خيرهم على بلادنا من حين على نفوسنا حتى آبائنا يكملونا. نجي ننكر بسبب الجذبي عب الدنيا ما قابل. ايش معانا؟ ايش انجازاتك وايش يا مسيره؟ ايش قدمتوا للشعب اليمني؟ نكون صريحين. الا فيما استعبدتوا الناس وبتكلم ضدكم هجمتم بالدبابات ما حصل عندنا في القيفه في ردع وفي كل المناطق، والان السجون جالسه تأج آلاف. فاشهد لله وباليد الله ما لنا الا خاضيه وصف واحد وبدون من يسب هذا او ما دام بالذات الناس اللي هم ضد اليهودي. صح انا كرهت عامل الاصل اننا نفعل الشعب نضع بكله واخليني معلم. المفروض اننا اذا ما عاد انتهيش اسلم حتى لو مصلحتي الشخصيه ولا اننا انتقم ارجع واقوم اشوف الحاجه الذي تضر عدوي وعدوك وعدو الكل. ونفس الخبر هم الطرف الثاني اذا انتم بتذكروا حمده مش ضروري تخلوا كلك ضد هذاك الضرب ولا ذاك الضرب. قد شل الجبل ما حمل عقلهم. أثار البنشور عكا الحاوري الذي أنا كنت أقول مع قلبي أنا أختم ببيت شك فعلها أعجبني دقيت تلفوني مدري اسم ابنها المسمرية كان هذا أقول باسمها يا يمان حتى أسمع ابنائنا وبناتنا سميناهن بحبنا الوطن. أعجبني الشاعر عبد الفتاح جابر فعل أبيات رهيبة أنا بديها لكم واختم بها هذا المفتاح. والشد الله وبين يدي الله لو ما تكون أشتيكم تغيرون أسمعكم بالبطن بس كل واحد يشوف ويتقدر الطرف هذا ولا الطرف هذا لصالح من؟ لصالح على دي عاد ما بيقول لك زعلوا أنه وقفت الحرب أهل غزة قد قالوا ما عاد نشيش منهم ماشي ما قالوا شيء وهم ما بالله ولا يدخلوا نجح يا جماعة. الناس اللي خرجوا السبيل اليوم عرفوا ليش أخروا نبأ مكتبه مهري لا يجي يفعلوا له كباسة ولا يجي يفعلوا له عن زجة الشعر عن حق عبد الفتاح. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لكل من شاهد البث هذا أنه ما يخرج إلا بذنب مغفور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا المقطع فيما يرضيه. قولوا آمين. اسمعوا وش قال عبد الفتاح. قال لي عبد الملك يا شعب هو أبو علي رواتبك في البنك الأهلي يا أهلي عند الأمير بيضان مبلي يوم سلمها السيادة والحلي وجاي يقول لي راتبك يا شعب من عند الجوير. نغمة فلسطين كملت يلي بلذة تكتلي والفرض والصنع المحلي بان ذي عبله قصير وخدمة رسل واتصل لي كملت يا مكسلي لا عاد تقول لي بتصل لي أو إلى غزة كثير والجمعة همست يا هزلي سبت والسبعين خلي والحشد ذي كان بيغلي صار من كذبك غير. الشعب فاهم الشعب فاهم يا بلي يا ابن البلي يا ابن البلي هات الرواتب يا بلي والشعب مش عندك حمير والشعب عندك حمير وهذا هم فعلوا شيء.